ما شاء الله والله شكلها عسل قوي والله. طب انت بتعيطي ليه؟ مش عارف. ده صح مره قوي. واخيرا بعد طول انتظار تحضيرات فرح غيث مروان. كلنا عارفين ان في الفتره دي غيث مروان بيحضر الفرح بتاعه، الفرح قرب جدا خلال الاسبوع ده يعتبر. فتعالوا بينا مع بعض نشوف غيث مروان بيحضر الفرح بتاعه ازاي، وزي ما تابعتوا معانا الخطوبه بتاعته كانت عامله ازاي، تابعوا معانا بقى الفرح بتاعه هيبقى عامل ازاي. يلا بينا بسرعه نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبدا حطوا لايك للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده، واعملوا كومنت حلو زي بتاع غيث مروان. ويلا بينا نشوف. بدك تبكي انت؟ مصاريف ليش؟ يا الله ما حدا يتزوج. انت لسه ما شفتش اي مصاريف اصلا، انت بتجاهد. المصاريف كلها جايه. في عندنا الهديه اللي لازم نعطيها للضيوف. فرش البيت اللي لسه ما عرفنا وين اخته للبيت، موجود البيت بس لسه ما استلمناه. يعني المشكله بتعرف شو؟ انه حنستلم نحن البيت بشهر 6 ونحن حنتزوج بشهر. هيقعدوا شهر في الشارع. اكيد يعني هاجروا بيت طبيعي. دي اللي هي حنعطيهم هذا العطاء بدون غطا اللي هي الكادو اقل تكلفه. اسمع شوف شوي هاي مش اليجنت. عم فكر بهالاوبشن، شو رايك؟ على فكره تغيير، في حدا عمل هيك؟ دي بتاعت الحلاقين دي، خلي بالك. حاليا تقريبا اخترنا العلبه، هلا باقي نختار العطر. زي ما عملوا في الفرح كادو للمعازيم اللي كانوا موجودين ازاز برفيوم وكده، فهيعملوا برضو كده شكلهم في الفرح. بيحب سينابون، هيعملوها فانيلا وسينابون وتكبر. وهو مش السينابون ده اللي بيتاكل؟ لا السينابون ده اللي هو القرفه، تبقى البرفيوم بتاعتها رهيبه. واسمي ناتاليا. ناتاليا. ترى جاهزه؟ يس. واو عمو جهاد يعطيك العافيه. من كم يوم نزلت صورة على الانستغرام قلت للناس اللي حاب يحضر عرسي يحط رقمه وانا حتصل فيه، فهلا حنتصل بالناس اللي حطوا رقمه. اوكي طب انت ما كتبتيش؟ ما خدتش بالي، ما شفتهاش. سمعت انك حابب تروح على عرس غيث مروان. نعم. طيب انا غيث وحابين نعزمك انا وساره. مرحبا. بجد بحب قوي غيث مروان في اللي هو بيحاول بيهتم بالناس وبيقرب منهم جامد قوي. يعني بيدخلهم في كل تفاصيله. لو ما حدش عمل كده قبل كده اصلا. ساعه الخطوبه لما اعلن اصلا المكان كله قبلها بيوم، اعلن المكان والناس كلها عرفت المكان فين. ودلوقتي ان هو بيعزم الناس معاه في الفرح، فبجد بجد شابوه رئيس على الحركه دي. حاسس الناس ان هو كده يعني واحد من قريب منهم قوي. والله العظيم لو بايدنا نعزمكم كلكم سوا ما كنا وصلنا. ايوه احنا المغربيه. مامة غيث مروان مغربيه اصلا. هم عندهم بقى ايه تقاليد قبل الفرح انهم يعملوا الحنه المغربيه بتاعتهم. خزامه سواك. والله هذا انا ما بعرف شو. هذا شو؟ هذا بيتاكل. لا ما بعرف. شوف احط لكم هون اشياء. ما شاء الله المساحه اللي صايره هون. البيت ما كنت بستغل المساحه انا فيها. يا سلام اهو. شوف انه البيت كبير. صح البيت كبير كبير مساحه من هون لانه عملت. طبعا احنا تقريبا 90 شخص هم جايبين اكل ل 20 شخص. بنزل اجيب دلوقتي كنتاكي. مبدئيا اسلام هاي لك. الله حسن الاسلام بحبه قوي والله. فتح الله شو والله انه لونه حلو. جماعه النهارده ما حدش يقول غير اسلام المغربي. اسلام هلا بعد ما يلبس هاي ححطه بالزاويه هون اصلا زريعه. شوف اللون اللي عندي، شوف اللون اللي عندي. اوبا والله عريس. والله عسل قوي اللبس المغربي ده. حلو. بس لو سمحتي ممنوع اللمس. ليش؟ انا لاني ملك. ما شاء الله. ايها الاسلام يلا بينا. هيا بينا الى الجهاز. اسلام تحس ان هو من قريش فجأة. اللبس نار. كم من 10 بدون مجامله 3 والله بتجنن. يا معفن 3 يعني مش كثير حلو. اوكي سؤال الله حلو اللبس ما شاء الله. هو اتقل من حياتي بس كثير حلو. هلا رح اطلع بس عم نستنى. شو عم نستنى؟ عم نستنى. الله شكلها عسل قوي. كده صح؟ وين عيط. ناكل الاول. ولا انا الصب ما تاكلش من بتوعي، انا ليا 2 سوبرين. احنا كمان برضه ناكل بيتزا معاهم عشان ايه بقى ندخل في المود. ما شاء الله والله شكلها عسل قوي والله. طب انت بتعيطي ليه؟ مش عارف. بتعيطي ايه والله؟ اهي بتعيطي. بجد والله ربنا يحميهم يا رب يسعدهم. لقد فرطت الدموع. ما شاء الله عسل قوي. دي المفروض بقى ان زي سويرة كده العروسه بتلبسها للبنات اللي لسه ما اتجوزوش عشان يتجوزوا. انا اول مره اعرف المعلومه دي.
ده كده هندي ده. عسل حنان بموت فيها. انا بدخلني فايت بس هيك عم باخذ دخلة العروس خفت موضوع عليك ها اطلع قدمني علي ما لحقت يا زين ما اخترت. اوكي اصلا اسلام بيتكلم مصري انا مكسر. المغربي مش حاسس واجدي عسل يا خروشي. لاقي عليك طبعا. مين اللي عيط وهو بيتفرج؟ اشمعنى انا؟ زي الفيرست لوك كده. واو. ده صح مرة قوي. شكله عسل قوي. هو اصلا اسمه مكسوف قوي. شو نعمل هلا؟ كله نسوان انا بقول كده يلا بينا نخرج. بنتكلم اصلا غيث مروان قدم دعوه لتامر حسني على الانستجرام هو والشباب في زي فيديو كده عسل. وتامر حسني شاف الستوري بتاعت غيث وقرر ان هو هيروح له لو فاضي يعني. ما اعرفش بقى هيروح ولا لا لحد دلوقتي. تعال نشوف الستوري كانت عامله ازاي. رسالة خاصة لتامر حسني اتمنى الكل يوصلها. عرسي قرب وانا كان نفسي انه تامر حسني يجي على عرسي بس وكنت مفلس خالص خالص وما حدش جنيه قول على الجزمة الباتة اللي انت لابسها الناس ليه. واصلا كده كده تامر حسني موجود في ابو ظبي عشان في ماتش بتاع كاس السوبر المصري. للاسف تامر اعتذر عن حضور فرح غيث مروان والسبب ممكن يعملوا مفاجأة ويروح على فكرة. انا 90% متاكده ان تامر حسني هيكون موجود في الفرح. حتى مش لازم يبقى الباند معاه، ممكن ان هو تامر اساسا يروح لوحده كده يمثل عليه. انا اصلا تامر معروف ان هو بيجامل اي حد عادي يعني. قولوا لنا في الكومنت تحت تتوقعوا تامر حسني هيكون موجود في الفرح بتاع غيث ولا لا. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده. لو وصلت لحد هنا اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا واعمل لايك كمان للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اكتبوا لنا كومنت حلو ونشوفكم في فيديو جديد. سلام. باي.